جاءت ليلة 21 أبريل في هادي إلى مسرح جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب أحمد هاد الشاب اللي كان تيبلغ من العمر 23 سنة، واللي كان معروف بين الجيران ديالو والأصدقاء ديالو بحسن الخلق، وكان محبوب من الجميع. ولكن كانت هناك أعين عامرة كلها بالبغض والحسد والكراهة والطمع لا حدود لهما. كانت هاد الأعين تتراقبو وتربص بيه بلا ما يحس بيها. يلا ونكتشفوا جميع هاد القضية والأسرار ديالها وكيفاش تم الوصول للجنات. أحمد كان شخص عادي، بعد ما تخرج أسس شركة صغيرة في مجال ديال اللوجيستيك مع واحد جوج صحابو خالد وكمان، وكانوا شركاء. كان أحمد تيثيق فيهم وتعتبرهم بحال خوتو. كانت الخدمة غادا مزيان، ولكن بعد مدة لاحظ أحمد أن هناك تلاعب في الحسابات واختفاء مبالغ ضخمة دون مبررات. هادشي اللي خلى أحمد يواجه الشركاء ديالو خالد وكريم بالأدلة، ما أدى إلى خلاف حاد بيناتهم، وبالتالي إلى إلغاء الشراكة وإغلاق الشركة ديالهم. أحمد كان تيظن أن الأمر سال عند هاد الحد، وقرر يبدا صفحة جديدة بوحدو ويبني حياته من جديد. قرر أحمد يشري واحد الخزنة ديال الحديد ودار فيها الوثائق اللي تدين الشركاء ديالو، وحط فيها أيضا مبلغ مالي كان باغي يبدا به مشروع جديد. ولكن الشيء اللي ما كانش يعرفه هو أنه خالد وكريم ما تقبلوش الخسارة، وكان نيتهم خايبة تجاه أحمد، لهذا قرروا ينتقموا منه. وفي يوم الاثنين وفي حدود الساعة 1 صباحا حبسات واحد السيارة قريبة من المنزل ديال أحمد، ونزلوا منها جوج ديال الأشخاص لابسين ملابس سوداء ومغطيين راسهم. هاد جوج أشخاص ما كانوا غير أصدقاء الأمس خالد وكريم، اللي قرروا ينتقموا من أحمد. وبحكم الشراكة اللي كانت بيناتهم بقات عندهم نسخة من مفتاح المنزل، واللي نسى أحمد يغيره. سلل كمال وخالد المنزل بهدوء تام، واتجهوا للغرفة اللي تنعس فيها أحمد، وبدون رحمة أو تردد باغتوه بواحد الطعنات غادرة ومتتالية بآلة حادة جابوها معهم. سقط أحمد غارق في الدماء ديالو على الأرض بعد ما حاول المقاومة ديالهم، وتوفى مغدور من الشركاء السابقين ديالو اللي كانوا يوما ما يعتبرهم بحال الخوت ديالو. الجونات بعد ما جلسوا شوية والتقطوا أنفاسهم بداو تيبدلوا في مسرح الجريمة، ورونوا محتويات الغرفة بالكامل وهرسوا بلاكارات الكوزينة. كان هدفهم هو تمويه المحققين بعد ما سرقوا محتويات الخزنة اللي فيها المستندات اللي تدينهم، وكذلك الفلوس اللي كان أحمد ناوي يبدأ بهم مشروع جديد وحياة جديدة بعيدة على أشخاص ميمكنش تثيق فيهم وتستأمنهم على رزقك. غادر كمال وخالد المنزل قبل ما يطلع النهار من بعد ما قاموا بجريمتهم البشعة. وفي الصباح حاول أحد الأقارب ديال أحمد يتصل به بزاف ديال المرات، ولكن بدون إجابة. حس القريب ديالو بالقلق وتوجه للمنزل، لقى الباب ديال الدار مردود، وفاش دخل وطلع للغرفة ديال أحمد صدم بمشهد مرعب ما عمرو ينساه. شاف أحمد غارق في دمه والغرفة مرونة. ما ترددش في الاتصال بالشرطة، واللي جات فورا لمكان الجريمة. في البداية ظهر أن السيناريو واضح، السرقة أدت إلى جريمة قتل، ولكن المحققين كانوا أذكياء ولاحظوا شي حوايج غراب في الجريمة. الملاحظة الأولى اللي لاحظوا أن الباب الرئيسي ما كانش فيه أثر الكسر أو العنف، هادشي اللي تعني أن القاتل كان عنده مفتاح، أو أن أحمد فتح ليه الباب، وهادشي شي مستبعد لأن الوقت كان متأخر بالليل. الملاحظة الثانية اللي لاحظوها هو أن الشفارة تسرق المجوهرات والحوايج الخفاف واللي غاليين، ولكن الأوراق والمستندات اللي كانت مبعثرة كانت تشير إلى أن القاتل كان يقلب على شي حاجة أخرى. هادشي اللي خلى المحققين يبداو يستنطقوا العائلة والأصدقاء ديال أحمد، ومن خلالهم عرفوا بالقصة والصراع اللي وقع بينه وبين الشركاء ديالو خالد وكريم. تم استدعاء الشريكين فورا باش يستجوبوهم المحققين. تظاهر كمال وخالد بالحزن والصدمة من هادشي اللي وقع لأحمد، وقدموا حجة غياب نهار وقعت الجريمة، تدعوا فيها أنهم كانوا في مدينة أخرى وقت حدوث الجريمة. لكن هادشي ما شفاش ليهم.
باش تستبعدهم الشرطة من قفص الاتهام. وفي إطار التحقيقات تم الأمر بتفريغ كاميرات المراقبة ديال المحلات التجارية البعيدة من المنزل ديال أحمد، وتتبع المكالمات الهواتف المحمولة المشتبه بهم. وهناك كانت المفاجأة اللي غتقود المحققين للطريق الصحيح باش يحلوا هاد الجريمة البشعة. كاميرات المراقبة رصدات واحد السيارة بحال مواصفات السيارة ديال خالد، واللي داز بالقرب من الحي اللي تتواجد فيه دار أحمد. وكذلك شداتها الكاميرا وهي حابسة وطافية الضوء. وتبين أيضا أن الهواتف ديال كريم وخالد كانت نشيطة في محيط منزل أحمد وقت حدوث الجريمة تماما. هادشي اللي كشف كذب ادعاء ديالهم بالوجود في مدينة أخرى. بعد ما واجهوهم المحققين بهاد الأدلة الدامغة، انهار كريم وبدا تيبكي ولقى باللوم على صاحبه خالد، واعترف أن خالد هو اللي خطط لكل شي، وأن الخزنة المسروقة كاينة في منزل خالد. وبالفعل انتقلت الشرطة ولقات الخزنة وكانت فيها الأوراق عامرة دميات، ولقاو كذلك الأداة اللي استخدموها في هذه الجريمة البشعة. تمكنت الشرطة في غضون 48 ساعة من إغلاق القضية والقبض على الجونات. الخبر انتشر بسرعة وكان الحزن كبير على أحمد الشاب الطموح والخلوق، وطالبات العائلة ديالو باش تطبق أقصى العقوبات على المجرمين باش يكونوا عبرة لكل واحد سول ليه نفسه يغدر بالأبرياء من أجل حفنة ديال المال. رحل أحمد وخلى وراه سيرة عطيرة ما تستمحاش مرور الزمان، بينما غيقضي الجونات البقية حياتهم وراء القضبان. قصة أحمد تذكرنا أن أخطر الأعداء يقدروا يكونوا هما نيت في بعض الأحيان الناس اللي كانوا واحد النهار قراب لينا وتنثقوا فيهم أكثر من اللازم. حتى لهنا خوتي كتسالي هاد القصة. تنشكركم على المتابعة، شاركونا بالآراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش جيم ولايك ومشاركة الفيديو وتفعلوا الجرس باش توصلكم القضايا القادمة فور نزولها. دمتم في رعاية الله.